بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم معنا في المحاضرة التعريفية عن كورس الاتزان العاطفي للمربي. محاضرة اليوم نسميها دردشة فضفضة، بنوضح فيها بعض الملامح والعناصر اللي هنشتغل عليها في كورس الاتزان العاطفي للمربي. طبعا أول حاجة أحب أوضحها إيه معنى الاتزان وليه سمينا الكورس بالاتزان العاطفي للمربي. معنى الاتزان يعني الاعتدال والانضباط، إزاي أكون معتدل ومنضبط. ومعنى العاطفي اللي هي المشاعر والانفعالات، ازاي اكون منضبط في مشاعري وانفعالاتي وبالتالي هيتعدل سلوكي وتصرفاتي مع اولادي. يبقى الاتزان العاطفي حال ووضع بيكون فيه الشخص معتدل ومنضبط في مشاعره وسلوكه وتصرفاته مع المواقف والاحداث اللي بتحصل ليه في حياته او اللي بتحصل ليه مع اولاده. وهو ده اساس شغلنا في الكورس، ازاي نوصل للاتزان والانضباط ده في مشاعرنا وسلوكنا وتصرفاتنا واحنا بنربي اولادنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لما اغضب على ابني واضرب، ايا كان ابني عمل ايه في الوقت ده وفي الوضع والحال ده، تبقى انت مش متزن. وخلي بالك في الوضع اللي انت فيه مش متزن ده بيقع ضرر عليك وعلى الاخر اللي هو ابنك، وبتتعب انت وابنك. واتحدى اي اب او ام بيغضب وبيتصرف بغضب مع ابنه في اي سلوك غلط عمله بيبقى مرتاح ومبسوط وهادي؟ مستحيل طبعا. في الكورس ده هنوضح وهنشرح وهنفسر وهنتدرب فيه على ازاي اوصل ان اعتدل في مشاعري وانفعالاتي وبالتالي هينضبط سلوكي وتصرفاتي مع ابني، ازاي اضبط نفسي ومشاعري وقت المشكله، ازاي اتمالك مشاعري وانفعالاتي وازاي اعدلها واحولها من مشاعر غلط لمشاعر صح، من شعور وسلوك ضار ليا ولابني لشعور وسلوك نافع ليا ولابني، ازاي اضبط مشاعري وانفعالاتي واعدلها واحولها من شعور ضيق وغضب لشعور اطمئنان وهدوء، ازاي اضبط مشاعري واعدلها واحولها من شعور تشاؤم وضعف ثقه مثلا لتفاؤل وامل وظن بالله وبنفسي خيرا، ازاي اضبط مشاعري واعدلها واحولها من شعور عجز لشعور قوه وقدره. طبعا بلا شك انا مقدر جدا دور الاباء والامهات، وبالاخص الامهات في التربيه والمعاناه اللي بيلاقوها وهم بيربوا اولادهم من مشكلات واضطرابات نفسيه وسلوكيه واحيانا اخلاقيه. وعلشان كده انا دايما بقول التربيه في ايامنا دي جهاد، ومحتاجه مننا قوه وصبر وثبات وعلم علشان نقدر نعرف نواجه كل مشكلات اولادنا صح. لان زي ما كلنا عارفين كمان مش احنا بس لوحدينا اللي بنربي، ده بقى في ميديا واعلام واقارب ومجتمع وموبايل وتابلت واصدقاء بيربوا معانا، وللاسف كل حاجه من دول بيربوا بشكل مختلف عن معتقداتنا. علشان كده كل تركيزنا ازاي ابقى في وسط كل ده تبقى انفعالاتي ومشاعري متزنه، مع العلم احيانا كل اللي حوالينا بيلخبطوا او بيزودوا انفعالاتي للأسوأ. وعشان كده شغلنا في الكورس كله مركز على هو ازاي ابقى مربي صح، ازاي يبقى عنده صبر وقوه وقدره اني اواجه مش مشكله ابني بس، لا واواجه كل اللي بيربوا معايا دول صح. وعشان كده محاضراتنا كلها بتعتمد على ازاي ابقى متزن ومربي صح. ربنا عايز منك انك انت تبقى اب صح اولا، وتشتغل بطريقه واسلوب صح وبنيه وبمشاعر صح، وما تشغلش بالك بالنتيجه تماما، لان ربنا مش هيحاسبك على النتيجه. ربنا بيقول في القران الكريم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكمان بيقول في القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما عليك الا البلاغ. ركز بس في اسلوبك وطريقتك ونيتك وانت بتبلغ وبتربي. محتاجين نركز على نفسنا ونشوف نفسنا من بره شويه، نشوف نفسنا واحنا بنربي او بنواجه اي مشكله، يا ترى بنربي صح وبنواجه مشكلاتنا صح؟ لان كل ما نركز على نفسنا عشان نبقى اب وام صح ده هيفيدنا كتير جدا وهيجيب معانا نتائج مطمئنه جدا. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، في محاضراتنا بنعتمد عليه ان نتدرب على ان ننتبه لفطرتنا الصحيحه اللي ربنا خلقنا عليها، بنتدرب على ان ننتبه ونعيش الفطره اللي ربنا خلقنا عليها، سواء في مشاعرنا في سلوكنا في تصرفاتنا سواء مع الاخر ايضا. يعني ايه فطره الاول؟ ربنا بيقول في القران الكريم فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطره يعني مجموعه من السلوكيات والاستعدادات والميول والغرائز الانسان بيتولد بيها بدون ما حد يتدخل فيها. زي مثلا الامومه فطره مولوده بها المراه، عندها غريزه وحب للامومه طبيعي جدا. حتى تلاقي الطفله وهي لسه صغيره شايله العروسه في حضنها وبتطبطب عليها، ده لان ربنا فطرها على شعور حب وميول للانجاب والامومه. وبالتالي لما نلاقي عند بعض النساء بعد الزواج لما نلاقي عندهم عدم ميول وحب ودافعيه للانجاب تماما، تبقى عندها مشكله في الفطره، وتكون في الوقت ده مش متزنه ومضطربه في مشاعرها وتفكيرها وجسدها كمان. وبالتالي بتبقى محتاجه تتدرب على ان ننتبه، او هي تتدرب على انها تنتبه وتوعى
وتتدرب على الانتباه لتركيبتها البشرية وللفطرة اللي ربنا خلقها عليها. عندنا كمان الزواج فطرة. الزواج فطرة، كلنا مجبولين ومخلوقين أول ما يجي سن الزواج يبقى عندنا رغبة وميول للارتباط والزواج. لما يجي الوقت ده ويبقى الشاب أو الفتاة عازف عن الزواج يبقى مضطرب في الفطرة بتاعته، وبالتالي محتاج يتدرب على الانتباه والإدراك والوعي لفطرته اللي ربنا خلقه عليها. وبنبحث معاه في السبب والشعور الرئيسي في اضطراب الفطرة دي عنده، وبنشتغل بعدها بتدريبات الوعي والإدراك لغاية ما ينتبه ويرجع لفطرته ولطبيعته. ولو جينا لمثال تاني برضه، ربنا فطر الأنثى والمرأة وجعل طبيعتها وتركيبتها البشرية على حال معين، وهو إن ربنا جعل المرأة فطرتها وصفاتها ودورها بيتمثل في الآتي: إنها تبقى سكن وحنان وطبطبة ودعم ومساندة وهدوء واستيعاب وصيانة لكل اللي حواليها، وملجأ بيتلجئ ليه وقت التعب والضيق، معطاءة وكريمة وبتساعد في إيجاد الحل. كل كلمة من دول حال بنتدرب عليه كويس جدا في الكورس، وبننتبه ليه في الوصول للحال ده في كورساتنا. ربنا جعل المرأة مصدر للمشاعر والعواطف عشان تعمل اتزان وسكن في الأسرة والبيت. عواطف ومشاعر راقية جدا وعالية جدا بتدي طعم للحياة بشكل تاني خالص، لأن ما نقدرش نعيش في الدنيا من غير الحال ده ولا العواطف دي. ولما المرأة ما تعيش الحال ده للأسف هي بتتعب وبتتعب اللي حواليها. الأنوثة حال وفطرة ربنا فطرها عليها. لما اتبدلت واتغيرت أو لما ما عاشتش المرأة الحال والفطرة دي تعبت جدا وتعب اللي بيتعامل معاها. تعال نشوف الحال الفطر اللي ربنا خلقها عليها بيتجلى في موقف السيدة خديجة وأم سلمة. السيدة خديجة في موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاي من غار حراء وبيقول زملوني زملوني، وهي استقبلته وهدته وخففت عنه اللي هو فيه وطبطبت وبدأت تدعم وتساند النبي بعدها. سكن واطمئنان وطمأنينة وهدوء وثبات، وكمان رفع للروح المعنوية وتسكين لفزعه وتخفيف لآلامه. هو ده حال وفطرة المرأة وتركيبتها البشرية. وبرضه نشوف قصة أم سلمة في صلح الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بيأمر الصحابة بعد الصلح إن هم ينحروا الإبل ويحلقوا رؤوسهم، وهم ما سمعوش للأسف أو ما استجابوش لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتها بيدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وبيحكي لها هو متأثر إن هم ما استجابوش لكلامه، وهي تهديه بكل سكن واطمئنان وهدوء، تقول له اخرج انت بس وانحر قدامهم وهم هيعملوا زي ما انت عملت بالظبط. وفعلا يحصل كده. قمة الثبات والسكينة والنضوج والإدراك والانتباه لحالها هو اللي وصلها لحل بسيط جدا للمشكلة دي. يا ترى المرأة اللي بتتمثل في الزوجة والأم عايشة الأحوال دي ولا لأ؟ لأن طالما هنرد يبقى لازم المرأة تكون عايشة وفطرتها الأحوال اللي بنقول عليها دي، لأن المرأة لو عاشت ضد فطرتها هتتعب وتتعب كمان اللي حواليها. يعني لما يكون طول الوقت عصبية ومتوترة باستمرار، متضايقة طول الوقت، قاسية، خايفة، عايشة مغصوبة تأكل أولاد، مغصوبة تطبخ لهم، عايشة شعور عجز أو فشل مثلا، مستحيل تبقى متزنة ومرتاحة وتريح اللي حواليها. وعلشان كده في كورساتنا بنتدرب على الانتباه لحالنا وفطرتنا اللي ربنا خلقنا عليها، علشان هي دي الخطوة الأولى في الاتزان للمربية. مثال تاني، الراجل ربنا سبحانه وتعالى أو الرجل له حال وفطرة، لما ما يعيش الفطرة اللي ربنا فطره عليها بيتعب ويتعب اللي بيتعامل معاه أو المسؤول عنه. ربنا خلق الرجل مسؤول، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. الحال الفطري الرجل، وبنقول الفطري يعني مخلوق بيه ومش بيحتاج جهد عشان يعيشه. ربنا خلقه مسؤول ومهتم وبيراعي وبيحمي وبيسأل وبيحتوي وبيتابع وبيخطط، مؤثر، حلال المشاكل، بيحس وبيشعر وبيقرأ الآخر اللي قدامه كويس، ملتزم معاه بالقواعد والأصول والقيم مع اللي بيرعاهم. وبرضه كل كلمة من دول حال بنتدرب عليه كويس جدا وبننتبه ليه في كورساتنا، وكل ما يعيش الحال ده بيتعب وبيتعب كل اللي حواليه. وده لما يكون الراجل أو الأب أو الزوج عايش حال غير اللي قلنا عليهم دول، أو مش جواه المشاعر اللي قلنا عليها دي، أتحدى يكون مرتاح أو هادئ. بالعكس هيكون تعبان، واللي حواليه برضه كلهم تعبانين. مش هيرتاح ولا يطمئن إلا لما يعيش الفطرة والدور اللي ربنا خلقه عليه. وده دورنا في الكورس، نوصل معاه ونوصله لفطرته وللحال المريح ليه وللي معاه. وكمان برضه لأن غياب مشاعر المسؤولية عند الأب وغياب مشاعر السكن والحنان والحب والرحمة والسكينة عند الأم بتسبب لنا مشاكل كتير واضطرابات عند أولادنا وفي حياتنا. نقطة تانية مهمة جدا وعلى أساسها الكورس بتاعنا، الاتزان العاطفي أو الانفعالي. محتاجين نغوص شوية ونتعمق في مشاعرنا وانفعالاتنا، قلبنا واحنا بنربي شكله عامل ازاي. يعني ايه الكلام ده؟
هنركز على مشاعرنا وانفعالاتنا اللي جوانا واحنا بنربي، بيحصل ايه جواها وانت بتربي؟ يا ترى مشاعرك معظم الوقت فيها اطمئنان ورضا وقبول وسلام لابنك على اي وضع هو فيه، ولا دايما قلقان وخايف عليه او عندك توتر شديد وغضب جواك منه وانت بتربيه؟ يا ترى مشاعرك وانت بتربي مستمتع ومبسوط وراضي بيه، ولا مغصوب او مضطرب او غضبان من جواك منه دايما؟ يا ترى مشاعرك وانت بتربي مليانه قيم وقواعد واصول ومبادئ، ولا بتربي وانت مخالف لكل القيم والمبادئ والاصول والدين دي؟ يا ترى مشاعرك من جوه فيها عدم ثقه وفيها عدم تفاؤل واوقات عدم ثقه في ربنا انه ممكن يصلح لك ابنك، ولا عندك معظم الوقت شعور بالثقه والظن بالله خير؟ يا ترى مشاعرك وانفعالاتك من جوه وانت بتربيه او وانت بتدعيه ان مبقاش عندك امل وبقى عندك يأس انه يتصلح؟ وساعتها في الوقت ده بقول لك ان اللي لازم يتغير هو انت ومشاعرك الداخليه وانت بتربي، مش ابنك. محتاجين نبحث وننتبه للي جوانا واحنا بنربي باستمرار، لان اولادنا بيحسوا وبيشعروا باللي جوانا باستمرار واحنا مش واخدين بالنا. فاوعى تتخيل ان ابنك يلين ويطيع بحب وانت جواك ضيق او خنقه منه. ده لازم المشاعر اللي جواك تبقى متزنه، عشان دي طريق لطاعته ولينه واستجابته. استجابته وطاعته متوقفه على المشاعر والانفعالات اللي جواك ناحيته. وهي الآية القرآنية بتنزل كده وبتقول كده، ربنا بيقول في القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهيبقى لنا تدريبات كثيرة في الكورس ده للوصول لمشاعر متزنة علشان نقدر نربي بيها صح. في نقطة مهمة كمان مهم ناخد بالنا منها وهيبقى لنا فيها شغل كتير في الكورس، نقطة التعلق. يعني إيه تعلق؟ إن أربي أو أذاكر أو أحفظ ابني وأتعلق بنتيجة معينة، ولو ما حصلتش النتيجة أو ما وصلتش للنتيجة اللي أنا عايزاها أغضب وأتضايق وأحس بالفشل والعجز. ودي من المشاكل الكتيرة اللي بنواجهها. كون إن أتمنى أو أرغب أو أبقى عايز حاجة تحصل أو ألاقي النتيجة وأشوفها بعينيا، دي حاجة كويسة، بس الأهم ما أتعلقش أو أربط نفسي ومشاعري على إن أقيم نفسي بالنتيجة في ابني. لا طبعا، إحنا عندنا الآية والفطرة واضحة وصريحة جدا. لازم نعرف إن الحال أو الوضع اللي فيه أنا ده الآن حال التعلق، وده مضر ليك جدا على كل الجوانب النفسي والجسدي والذهني. وهيبقى لنا فيها كلام كتير في الكورس على فك التعلق ده ازاي وازاي اوصل للاتزان في النقطه دي. على فكره ربنا مش هيسالك على النتيجه، ربنا هيسالك على السعي. ربنا بيقول في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. يعني انت وانت بتسعى وبتربي كان نظامك ايه؟ يا ترى واحنا بنسعى وبنربي كان شكلنا وسلوكياتنا ومشاعرنا وانفعالاتنا كانت عامله ايه؟ انا بشتغل على نفسي في اسلوبي وطريقه حواري وتوجيهي ووعظي، والاخر يتغير يستجيب يلين، دي انا ما املكهاش. فطرتنا ان نشتغل على نفسنا وبس، وهو ده اللي نملكه. املك ان اتحكم وادير اسلوبي وطريقتي وتفكيري ومشاعري وانفعالاتي. انا ما اقدرش اتحكم في سلوك الاخر ولا مشاعره، ولا اغير طريقه تفكيره او مشاعره او اختار ليه طريقه او نتيجه معينه. ربنا بيقول في القران الكريم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل حضرتك لا سمح الله نقدر نقول ان سيدنا نوح اثر مع ابنه في دعوته؟ ابن سيدنا نوح كافر. هل نقدر نقول النبي مع عمه أبو طالب؟ هل نقدر نقول إن سيدنا إبراهيم أثر مع أبوه وهم دول للأسف شديد كلهم كافرين وماتوا كافرين؟ لأن الآية والفطرة الصريحة ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وده اللي بنسلط الضوء عليه في محاضراتنا، إزاي أربي صح، إزاي يكون توجيهي صح، إزاي يكون سلوكياتي وأنا بربي صح، إزاي تكون مشاعر وانفعالاتي صح. النتيجة بقى تحصل ما تحصلش دي الأمر فيها كله لله. ربنا بيقول في القرآن الكريم ليس لك من الأمر شيء. نقطة كمان في غاية الأهمية، كلنا بنحب اللي فاهمنا وقريب مننا وحنين علينا وهادي وصابر علينا في كل سلوكياتنا وتصرفاتنا. فوجود شعور الغضب والعصبية والضيق والخنقة واليأس أحيانا من جوانا وأنا بربي، دي غلظة. ربنا بيقول في القرآن الكريم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وجود المشاعر دي جوايا بلا شك هتسبب غلظة وقسوة واضطراب مني لابني من غير ما انا احس، وشويه هلاقيه بعد عني فعلا وزادت الحواجز بينه وبينه. ودي نقطه هيبقى لنا فيها تركيز جامد جدا في الكورس، ازاي احافظ على مشاعر وانفعالاتي المتزنه ناحيه ابني، وبالاخص الابن المضطرب او اللي عنده مشكله. عندنا نقطه كمان مهمه كمان هنشتغل عليها في طريقه حواري وتواصلي مع ابني وانا بربي. للاسف فقدنا الاتصال والحوار الجيد مع اولادنا، وبقى كل حواراتنا معاه تهديد ولوم ونقد وتجريح وإهانة. هنتعلم ونتدرب ازاي ابقى جواه سلام ورضا وقبول لابني وانا بحاول او بربيه. ودي نقطة
بتبقى علينا فيها جزء كبير من المسؤولية. أنا مسؤول على إن يكون الحوار هادئ ومستقر، أنا المسؤول الأول في ده. أولادنا كتير بيبقوا جاهلين في طريقة الخطاب والحوار معانا كآباء وأمهات، وده محتاج مننا نضبط حوارنا وأسلوبنا وطريقتنا وإحنا بنحاورهم. ربنا بيقول في القرآن الكريم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والجاهل هنا ممكن يكون ابني أو بنتي، وده مش إساءة ليه بقدر ما هو جاهل بالتصرف اللي عمله، جاهل بمشاعر وانفعالات، أو جاهل بمشاعري وانفعالاتي كأب وأم وأنا مربيه، جاهل أو غير مدرك إن أنا بحبه وبخاف عليه، جاهل بحقيقة مشاعره وانفعالاته هو، جاهل بالموقف اللي عمله مثلا. إزاي أرد على كل ده بسلام وتقبل واطمئنان؟ لأن هي دي النقطة الأهم، مش إن أعاقب وأرد على تصرفه السيء، بقدر ما إزاي أكون عندي سلام وتقبل ورضا من جوايا، عشان يبقى عندي تحكم وإرادة في رد فعلي عشان يكون صح. التركيز هنا في الرد على سلوكيات ابن الخطأ هو إزاي أتعلم القبول والسلام من جوايا وقت الغلط، عشان أعرف يبقى عندي ثبات وقوة إن أرد الرد الصح. نقطة وعنصر مهم جدا هنشتغل عليه في كورس الاتزان العاطفي، إزاي أورث ابني مشاعر وانفعالات جيدة تنفعه جدا في حياته. يعني إيه الكلام ده؟ أولادنا عينهم معقودة علينا باستمرار، نظرهم وعينهم علينا باستمرار، بيورثوا منا حتى المشاعر الداخلية جوانا. لو أنا كأب أو أم بخاف مثلا، أو بيظهر عليا الخوف مثلا سواء من المستقبل من مشكلة أيا كان نوع الخوف ده، فأولادنا بيورثوا منا مباشرة الشعور ده من غير ما نتكلم تماما. المشاعر فيروس بينتقل لأولادنا من غير ما نتكلم. الجنين بيورث المشاعر الداخلية للأم خلال فترة الحمل، وبعد ما بيولد بيورث من الأب والأم المشاعر اللي في كل حواراتهم. يعني مثلا لما يجي يتكلموا في موضوع معين يخصهم مثلا، أو يخص الأب والأم، والابن قاعد في الحوار ده، الابن بيورث كل المشاعر والانفعالات اللي تخص الحوار ده أو المشاعر المضمونة في الحوار. فلو الحوار الخاص بتاعك اللي بتتكلم فيه ده فيه شعور أو بيحمل أو في تفاصيله شعور بالتسامح مثلا أو الرضا أو الهدوء أو الاطمئنان، ابنك بيورث المشاعر دي وبيبدأ يعيشها في حياته وفي علاقاته مع الآخرين. وطبعا لو شافك أو لاحظك مرة أو اتنين وانت بتتكلم أو في حوار كله عناد وسخط وغضب وضيق وخوف لا سمح الله أو انتقام، فبرضه بيورث المشاعر دي بشكل مباشر وبسهولة جدا، بيبدأ يعيشها في حياته وفي علاقاته مع الآخرين. وعلشان كده هنتدرب على ان ننتبه يا ترى ايه الشعور او المشاعر اللي حضرتك بتصدرها او بتوصلها لابنك، ودي نقطة في غاية الأهمية. هنتدرب على مواقف كتير جدا على ان ننتبه لاضطراباتنا احنا اولا قبل اولادنا، علشان ما نظلمش اولادنا معانا. يعني هنعرف اذا كان الاضطراب ده اساسه احنا ولا الاولاد. يعني لما نقول ان انا مش قادر احضن ابني، او مش قادر احضن ابني، او مش قادر اضحك في وشه، او مش قادر ابقى هادي ودايما عصبي على طول، يبقى في مشكلة عندنا، وده لا سمح الله مش بحملك المسؤولية ولا بقلل من جهدك ولا بلومك. أنا هنا دوري مش أساعدك وأدعمك، مش أحاسبك وألومك. ومن ضمن دوري كمساعد أقول لك إن ده محتاج تغيير مننا. هتقول لي أصل تصرفاته تخلي الواحد يبقى مش قابله، أصل هو عنيد، أصل هو حركي. أقول لك معلش، إحنا دورنا نرجع للفطرة اللي بتقول إحنا علينا نبقى من جوه متقبلينه على أي وضع. وده مش معناه إن إحنا نوافق على تصرفاته الخطأ، بقدر إن هو لازم يشوفنا قابلينه بنحبه، لأن ده اللي يخليه يستجيب ويلين معانا. لأن حضن الابن للأب والأب للابن والأم للبنت أو الأم للابن ده فطرة. الحضن فطرة، فيه سكن، فيه راحة، فيه اطمئنان، فيه هدوء، سواء ليا أو ليه. والفطرة بتتعمل بحب واطمئنان وتقبل. لكن إني مش قادر أعمل ده أو يبقى صعب عليا، ده طبعا يبقى دليل على إن في مشكلة عندي، وأنا هنا تركيزي عليا كأب أو أم، يبقى إحنا عندنا حاجة غلط ومحتاجين نراجعها مع نفسنا. حاجات زي كده كتير هنتكلم فيها علشان نعرف الغلط والاضطراب عند مين بالظبط في كتير من المواقف والأحداث اللي بتحصل معانا. لو لاحظنا إن إحنا طفنا في بعض النقاط والعناصر اللي تخليني مربي أو مربية متزنة، كل نقطة من دول وغيرها إن شاء الله هيبقى لنا فيها توضيحات وتفسيرات وتدريبات عملية إزاي نوصل ليها إن شاء الله. أنا سعيد إن كنت معاكم الدقائق القليلة دي، وأتمنى من الله إن أكون أفدتكم ولو بجزء بسيط. متشكر جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.